السلام عليكم. في هذا الفيديو سبحان الله سوريج الصبي الهندي تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل. تحول الصبي الهندي سوريج البالغ من العمر 14 عاما إلى شخص مقدس في الهند، لأن لديه خصلات شعر طويلة في أسفل الظهر جعلته يبدو كقرد هانومان، والذي هو إله عند طائفة هندية. وفقا للمواقع الإخبارية الهندية، أصبح المراهق سوريج يعاني من زيادة في نمو الشعر على ظهره منذ أن كان طفلا، وعلى ممر السنين كبرت خصلات الشعر وتم نسجها كظفيرة على هيئة ذيل بطول قدمين. أصيب السكان المحليون في برواني ماديا براديش بالهند بالذهول والصدمة من ذيل الطفل، حيث شبهه البعض بالإله الهندوسي شري هانومان القرد. فسر الأطباء بأن حالة الصبي هي حالة وراثية نادرة جدا. مع ذلك يعتقد العديد من الخبراء أن حالته قد تكون أيضا بسبب نقص العناصر الغذائية أثناء حمل والدته. يقول الأخ الأكبر لسوريج أن والدهما قطع ذيله عندما كان عمره 5 سنوات فقط، وقد أدى ذلك إلى إصابة الصبي بالمرض، وللأسف لا يوجد طبيب قادر حتى الآن على مساعدة الصبي في حالته، في حين أن العديد من السكان المحليين أشادوا بسوريج باعتباره معجزة إلهية، والكثير منهم ينظرون إليه كرمز للإله. فقد تم الإبلاغ على أن الكثير من الناس يسخرون منه ومن ذيله الطويل. في الوقت الحالي يشعر الصبي الهندي سوريج باليأس، وهو يحاول إيجاد طريقة للتخلص من ذيله، حيث أصبح يؤثر على حياته اليومية. علاوة على ذلك يقول المراهق أنه يجد صعوبة في التركيز على دراسته، كما أنه يعاني من صعوبة في النهوض والجلوس والنوم وحتى ارتداء الملابس. فسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة. شكرا لكم.